الوزراء المحترم المهندس إبراهيم محلب، وأيضا السادة الوزراء والمدعوين والذين شرفونا بكل حب وتقدير. أترك الميكروفون للسيد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم مجلس إدارة نادي الزمالك وأجهزته الرياضية والإدارية، باسم الملايين من عشاق النادي الزمالك، باسم أعضاء جمعيته العمومية، بنرحب بالراجل المحترم الشغال السيد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الإدارة. هو جه بإرادته، بس ما يمشي لما نقول له احنا. ايه رأيكم؟ عايزينه معانا ان شاء الله. برحب بالسيد وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز. برحب بالراجل المحترم اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية. أنا خايف أنسى حد. وزير الإسكان الدكتور مصطفى. الدكتور مصطفى زملكاوي عشان يحرم يروح النادي الأهلي تاني. بنرحب طبعا بالسيد وزير البيئة، ومعانا منصور بيه العيسوي الوزير الداخلية السابق، ودكتور مصطفى الفقي، وسيد بيه مشعل الوزير السابق. برحب طبعا بالسيد العمري فاروق وزير الرياضة السابق. معانا مصطفى يونس، ومعانا مدحت شلبي، ومعانا مجدي عبد الغني، ومعانا خالد والفنان الكبير خالد، ومعانا السيد سير رمزي، ومعانا السيد سمير. معانا ناس كتير جدا، انا خايف انسى حد. برحب بكل من شارك في هذه الافتتاحية من السادة الوزراء، من رياضيين، من الفنانين، من الصحفيين، من الإعلاميين. بقول لهم مرحبا بيكم في نادي الزمالك. يمكن احنا النهارده حرصنا ندي رسالة. مفيش حاجة اسمها أهلي وزمالك. أول المكرمين النهارده في نادي الزمالك هو اسم الراحل صالح سليم رئيس النادي الأهلي. ويمكن معانا زينب هانم زوجته الفاضلة موجودة معانا. هذا الرجل هو الذي وضع المبادئ والقيم والمثل العليا في نادي عريق، هو النادي الأهلي. عشان كده بقول للمتعصبين الذين تصوروا أن الرياضة خناقة، لا، الرياضة مش خناقة. الرياضة اسمها روح رياضية. لما حتى في ناس كده مع بعض يقولوا فين روحك الرياضية؟ احنا دعينا مجلس إدارة النادي الأهلي بالتأكيد عنده ظروف ما حدش فيهم جه، بس لو دعونا هنروح، لو دعونا هنروح. وعايز أقول أيا كان المسؤولين في أي مكان، الأهلي أكبر من محمود طاهر، والزمالك أكبر من مرتضى منصور. وإذا كانت في رياضة في مصر، مع احترامي لكل الأندية، بدءا من السباحة، بالتنس، بالباسكت، بالفولي، كله وكرة القدم، هتلاقي المنتخبات كلها تقريبا 80% منها أهلي وزمالك أو زمالك وأهلي. النهارده لما يكون معانا مصطفى يونس كابتن النادي الأهلي،
انا طبعا هرحب بالساده رؤساء النادي المحترمين، استاذ مرسي عطله، جلال بيه ابراهيم، دكتور كمال درويش اللي انا شايفهم من غير نظاره، والساده اعضاء اتحاد الكوره اللي هو حرب الدهشوري، شاذلي، كل هذه الكوكبه الرياضيه اللي جت النهارده. شوقي غريب، انا خايف انسى حد، بس انا قلت مصطفى الفقي، انا خايف اقول كنتش قلت مصطفى الفقي المثقف الاول في مصر، دكتور عمرو عبد السميع. الناس كلها جايه النهارده مش بتحتفل بنادي الزمالك. طارق علام، الناس جايه النهارده تقول ان شعب مصر ما بيخافش. قالوا ان في قنبله انضربت في ميدان سفنكس في موكب رئيس الوزراء. عايز اقول للكدابين، واحد، رئيس الوزراء ما بيمشيش في موكب. اتنين، الشعب ما بيخافش. الشعب بتاعنا ما بيخافش وعمره ما يخاف. سألوا اللواء عبد العزيز أبيل اهو معانا، قائد من القوات المسلحة في حرب اكتوبر، موجود معانا اهو. معانا كابتن حماده امام. شعب مصر كل ما تيجي تضربه قنبله قلبه بيجمد 100 مليون واط. النهارده في نادي الزمالك مش اقل من 35,000. محدش فيهم خاف، كلهم سمعوا وقروا والموقع اللي كتب الكلام ده. ويمكن كان معانا الاخ خير رمضان ومجدي الجلاد، صحفيين كتير كانوا موجودين، دكتور توفيق عكاشه، محمود باكري، كلهم استغربوا. ايه الشعب الغريب ده؟ ايه الشعب اللي يتقال ان على بعد 10 متر منه قنبله ويجي الاف مؤلفه؟ ده شعب مصر. برحب بكل الضيوف. استاذ كامل البطار، قبل ما نكرم السيد رئيس الوزراء والسيد وزير الشباب والسيد وزير التنميه المحليه، وطبعا السيد وزير الشباب عمل جهد كبير عشان المشروعات اللي اتعملت في 7 اشهر دي. بس مهم نعرف نادي الزمالك كان ايه من 7 اشهر وبقى ايه دلوقتي. والاخوه عاملين ربط جميل ومحترم بين نادي الزمالك جزء من مصر ومصر برئاسه المشير السيسي. كان نفسنا يبقى معانا، لكن شباب النادي عامل له رساله، فيديو صغير كده باختصار اللي هو قاله: احنا في معركه صعبه ضد الارهاب، احنا مش في نزهه، وشعب مصر هو اللي اختار. قال انتوا اللي اخترتوا، الشعب ده هو اللي اختار يقضي على طيور الظلام، فتحملوا نتائج المعركه. وبنقول له كلنا متحملين معاك نتائج المعركه، مش خايفين من قنابل. وكل شهيد بيقع من الشرطه او من الجيش او من الشعب بيزيد اصرار لكل بني ادم يقول يا بخته يحتسب عند الله شهيد. شعب مصر ما بيخافش يا ارهابيين، ما بيخافش. وهتشوفوا دلوقتي الكليب الشباب عامله رساله للمصريين وللرئيس السيسي. بتمنى ان كل واحد في مصر يشتغل. هتشوفوا دلوقتي رئيس نادي الزمالك وهو في الحفره وهو طالع، ووزير الشباب معانا برضو عمال يكعبل معانا في المنشآت. ده اللي بيعمله رئيس الوزراء وده بيعمله رئيس الجمهوريه. لو كل واحد في مكانه في شغله اتقى ربنا واخلص وبقى عنده اراده وبيحب الوطن ده، بلدنا هتبقى اعظم بلد في العالم. والله تبقى اعظم بلد في العالم. هنشوف الفيديو، اتفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كامل البيطار الإذاعي القديم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق لعدة دورات، من أقدم الأعضاء العاملين في نادي الزمالك. قررنا وبعض أعضاء النادي أن نعمل هذا الفيلم التسجيلي. يجب أن نذكر أولا كتيبة مجلس الإدارة التي ساعدت المستشار مرتضى منصور رئيس النادي في هذه النهضة الإنشائية والرياضية: المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي، الدكتور حازم ياسين أمين الصندوق، وأعضاء المجلس: العميد أحمد سليمان
المهندس هاني زادة، المهندس رحاب أبو رجيلة، وشباب المستقبل أعضاء المجلس تحت السن: شريف منير حسن، مصطفى سيف العماري، أحمد مرتضى منصور. ده كان نادي الزمالك قبل تولي مجلس الإدارة الحالي المسؤولية برئاسة المستشار مرتضى منصور. عايزين تعرفوا النادي ازاي اتحول من مركز شباب متهالك الى نادي يضاهي الانديه الاوروبيه بالعمل والاراده؟ تعالوا نشوف.
بسم الله الرحمن الرحيم. فين يا ابني الصوت؟ الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الفيلم ده من اخراجي على فكره، وبهديه للرئيس السيسي، وبيتهيألي ان دي مشاعر اي مصري بيحب الراجل ده. وفي الاخر ختمنا تحيا مصر، ويا رب يحمي مصر، وهيحمي مصر، لان ربنا في القرآن الكريم ذكر مصر 5 مرات. ويا رب المصريين يبقوا زي مصر، يا رب المصريين يبقوا زي مصر. مصر دولة عظيمة ومصريين حلوين، بس لما يشتغلوا ويخلصوا. هنكرم السيد رئيس الوزراء وبنشكره، وبعدين نبتدي حفل التكريم. انا مش عارف انتوا كنتوا الاخوه اعضاء مجلس الاداره. اتفضل. مستشار احمد جلال نائب رئيس النادي. الدكتور حازم ياسين امين الصندوق. استاذ هاني زاده عضو مجلس اداره. استاذ رحاب ابو رجيله الكابتن ابو رجيله طبعا عضو مجلس اداره. اتفضل. شريف منير جده زكي عثمان. احمد مرتضى. احمد سليمان رئيس بعثه في الامارات. اتفضل. السيد رئيس الوزراء اتفضل يستلم الدرع. اتفضلوا. لا هو اتفضل. وهنسمع منه كلمتين لشعب مصر من على المنصه دي وليكم. اتفضل يا فندم. بسم الله الرحمن الرحيم. إضافة كبيرة النهاردة للرياضة والنادي الزمالك. ألف مبروك للرياضة المصرية. والحقيقة بعد الفيلم الجميل ده مفيش كلام يتقال، إن ده وقت الاصطفاف، وقت إن احنا نبني وندافع عن بلدنا. ربنا سبحانه وتعالى يوفقنا، وفق جميع المصريين لبناء بلدهم وحماية بلدهم. واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله. المهندس خالد عبد العزيز اتفضل. هنوصل للسيد رئيس الوزراء وهنكمل الحفل بتاعنا والتكريم. اتفضل.